السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين في كل مكان ومكملين مع بعض يونت 3. النهاردة هنخلص مع بعض باقي اليونت بالكامل، لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. درسنا النهاردة بيتكلم عن comparing numbers، عن مقارنة الأرقام. درسنا النهاردة درس مهم جدا، وإن شاء الله هيستمر معانا لباقي المراحل. فرجاء ان احنا نركز في درسنا النهارده علشان نقدر نشرحه لأولادنا بكل سهولة. يلا مع بعض نبدأ. علشان أعمل comparing، أعمل مقارنة، أو علشان أعمل compare between two numbers، مقارنة ما بين عندنا number، بستخدم مصطلحات اسمها greater than معناها أكبر من، ودي علامة is greater than، دي معناها أكبر من. البق لما يكون مفتوح اتجاه النمبر نفسه فده معناه ان هو is greater than النمبر التاني. اما العلامة لما تكون مدية ظهرها بالشكل ده فمعناها ان النمبر ده is less than النمبر ده. يبقى لما يكون العلامة بقها كده اتجاه النمبر فبقول النمبر ده greater than النمبر ده. اما العلامة لما تكون مدية ظهرها بالشكل ده فبقول ده is less than اللي هو النمبر ده. اما عندنا لما بيكونوا هما الاتنين زي بعض فبالتالي العلامة دي اللي شرطتين اللي فوق بعض دي اسمها equals. اسمها ايه؟ اسمها equal to، او بقول equal وخلاص. يبقى عندنا دي greater than less than وعندنا equal. تمام. طيب انا بعمل ازاي مقارنة، او بعلم ابني ازاي ان انا اعمل comparing؟ اول حاجة بعلمها للطفل بقول له عندك كده هنا numbers وهنا عندنا numbers. طيب بعمل ايه؟ بشوف عندنا النمبر اللي هو ده والنمبر ده كل واحد فيهم مكون من كام ديجيت. ما عندنا ده اسمه ديجيت وده اسمه ديجيت وده اسمه ديجيت، فده مكون من كام ديجيت؟ ده مكون من 3 ديجيت. تمام. وده مكون من كام ديجيت؟ مكون من 3 ديجيت. طيب نفترض ان عندنا ده زي دي مثلا، ده مكون من 3 ديجيت وده مكون من 2 ديجيت. يبقى عندنا ذا بيجست، هقول له على طول ده ذا بيجست. ليه؟ لان النمبر ده فيه ones وفيه tens وفيه hundreds، صح؟ اما ده فيه ايه؟ فيه ones وفيه tens، يعني ده فيه hundreds لكن ده ما فيهوش hundreds. يبقى عندنا احط العلامه بتاعتي بالشكل ده وهقول ان النمبر ده is greater than النمبر ده. طيب اذا كان عندنا هما الاتنين الديجيتس زي بعض، ده فيه 3 ديجيتس وده فيه 3 ديجيتس، يبقى عندنا فين ذا بيجست؟ يبقى في الحاله دي اول حاجه ببدا اعمل compare النمبر ده مع النمبر ده اللي موجود في الهندرد مع اللي موجود في الهندرد. تمام. هنا عندنا 7 وهنا 7، طب ما هم زي بعض. طب هعمل ايه؟ هروح ابص على اللي قبلها على طول. هنا مين؟ هنا عندنا 3. طب وهنا مين؟ هنا عندنا 5. طيب مين ذا بيجست؟ هتقولي لا الفايف هي اللي ذا بيجست. يبقى خلاص كده مسألتنا خلصت. تمام. يبقى انا اول حاجة بشوف النمبر ده فيه كام ديجيت، اللي فيه الديجيتس اكتر يبقى هو ده ذا بيجست. طب هما الاتنين زي بعض زي المسألة دي، ببص على اخر نمبر معايا هنا، ده في الهندرد زي ما شايفين معايا ودي 7، لكن هنا زي ما قلت 7. طب ما زي بعض، لا يبقى انا ابص على اللي قبله هنا 3 وهنا عندنا 5، يبقى انا هاخد ال5. طب نفترض ان هما الاتنين زي بعض، يبقى انا هبص على اللي قبله واشوف عندنا مين ذا بيجست. تمام فاهميني؟ طيب هنا ملاحظين ان طبعا هما الاتنين زي بعض، يبقى بالتالي هقول له ايه؟ equals. طيب تعالوا معايا هنا في exercise number 11. شايفين معايا هنا بيقول ايه؟ عندنا دي قلنا 100 صح، مش دي بتمثلنا 100؟ يبقى دي 100 200 300، هو كاتبها هنا جاهزه خلاص. فهنا عندنا دول 100 ودول 100، اكيد شايفينهم ان هم زي بعض، يبقى هقول له equals. طيب اول حاجه طبعا دول كام؟ دول 3 digits ودول 3 digits. تمام. يبقى هبص على اخر حاجه، عندنا دي 4 ودي 4 زي بعض، يبقى هبص على اللي قبله. عندنا مين؟ دي 3 لكن دي 1، يبقى مين؟ يبقى ده ذا بيجست. طب هنا عندنا برضو دول 3 digits ودول 3 digits، لكن دي 2 ودي 2، دي 1 ودي 1، يبقى نشوف برضو اللي قبله، ده عندنا 2 لكن ده 5، يبقى عندنا مين ذا بيجست اللي هو ده. تمام. يبقى شفتوا معايا مسائلنا ازاي بعلمها لابني زي ما شرحتها معاكم كده بالظبط. طيب هنا عندنا برضو دول 3 digits ودول 3 digits، لكن هنا 7 هنا 7 ماشي، اللي قبلها هنا 2 هنا 5، يبقى لا عندنا يبقى مين ذا بيجست اللي هي دي. طيب هنا ايه؟ عندنا برضو 3 digits ودول برضو 3 digits، لكن هنا عندنا 1، ده هما الاتنين زي بعض 1 5 4 1 5 4، يبقى هقول له equals.
طيب هنا عندنا دول 2 digits لكن دول 3 digits على طول دول the biggest. طيب عندنا دول شايفين معايا 3 digits ودي 1 digits يبقى على طول 3 digits. طيب هنا عندنا في 3 digits ودول 3 digits زي بعض، يبقى هبص على اخر واحد معايا ده 1 ده 2 يبقى 2 على طول the biggest. دول 3 digits ودول 2 digits يبقى لا هاخد 3 digits. انا بعلمها زي ما قلت كده لابني زي ما بشرحها بالظبط. هنا عندنا 99 وهنا عندنا 618. مين ذا بيجست؟ طبعا دول 2 digits لكن دول 3 digits ده ذا بيجست. وزي ما قلت العلامة بحطها ناحية اللي بيكون اكتر، لكن انا لما باجي اقرأها بقول عندنا ان ده is less than اللي هو النمبر ده، يعني 99 is less than 618. تمام. دي بقرأها بقول 112 is bigger than 79. لكن زي ما قلت انا بحط البق بتاع العلامة اللي بيكون مفتوح اتجاه النمبر اللي بيكون ذا جريتست الاكبر. تمام. هي بس بتختلف في القراءة بقرأها ازاي مش اكتر، لكن العلامة زي ما قلت بحط البق بتاعها اتجاه النمبر اللي بيكون جريتست. تمام. هنا 3 digits هنا 3 digits لكن هنا في 7 هنا في 1 يبقى على طول ال 7. دول 2 digits لكن دول 3 digits يبقى عندنا باخد على طول ده. تعالوا نشوف اللي بعده. هنا شايفين معايا هو جايبها بطريقة مختلفة، بيقول 4 ones هنا 2 tens يبقى على طول لازم اقول 4 ones دي بكام؟ هتقولي 4. طيب و2 tens دي بكام؟ عندنا ب 20. ما هي التنز ده يعني ب 10 و2 tens يعني 20. طيب 4 ولا 20؟ هتقولي طبعا 20. طب هنا 700 وهي عندنا 700 يبقى هقول له equals. دي 8 tens، ما هي 8 tens دي معناها 80 معناها كده، ودي 300 معناها كده، يبقى مين ذا بيجست؟ اكيد طبعا 300 علشان دول 3 digits. تمام. طيب هنا 400 ولا 9 ones؟ هقول لا عندنا 400 دي معناها كده، اما 9 ones معناها كده، يبقى مين ذا بيجست؟ على طول 400. طيب دي شايفين معايا دي كام؟ دي موجودة في التنز دي موجودة في الهندرد يبقى عندنا احطها في الهندرد، ودي موجودة في التنز اهي، ودي موجودة في الوانز اهو. تمام. يبقى انا كده كونتها. طيب هنا عندنا نفس الشيء برضو، 2 موجودة في الهندرد ودي موجودة في التن وده موجود في الوان، يبقى هنا 2 هنا 2 هنا 7 هنا 4 يبقى على طول مين؟ ال7. هنا 3 tens 7 1 يبقى 3 tens اهي في التنز و7 1 اهي. طيب دي 100 اهي، وفين التنز؟ مفيش تنز، اللي مش موجود حط مكانه 0 والتو مكانها اهي. مين ذا بيجست؟ على طول اللي هي دي. طيب هنا عندنا 640 يبقى 6 اهي، احنا قلنا 100 في الهندرد اهي، عندنا 40 ما هي 40 دي معناها كده. تمام. طب وهنا 640 يبقى هما الاتنين كده هقول له equals. write the greatest and the smallest number formed from. بيقول يعني اكتب اكبر واصغر عدد مكون من النمبر ده. تعالوا نكتب ذا جريتست. اول حاجة اكبر حاجة مكونة من النمبر ده ايه؟ اكبر حاجة بتكون موجودة اخر حاجة في النمبر، ودول عندنا 3 digits، يعني معنى كده انا عندي hundreds وعندي tens وعندي ones. مين في دول ذا بيجست؟ اكبر نمبر في دول هتقولي 8، يبقى ال 8 دي هحطها هنا اول حاجة. هنبدأ احنا بجريتست بالاكبر، وبعدين هحط عندنا 7 ولا 3 ذا جريتست؟ هتقولي 7، وبعدين هتحط 3. يبقى انا كده عملت ازاي جريتست نمبر مكون من النمبر دي. تعالوا معايا عاوزة اعمل ذا سمولست، يبقى هختار برضو مين في دول ذا سمولست؟ هتقولي 3، ومين بعدها؟ هتقولي 7، ومين؟ هتقولي 8. يبقى كده انا عملت ذا سمولست. ناخد واحدة كمان، عاوز برضو جريتست، فين ذا جريتست في دول؟ هتقول 9 وبعدين 6 وبعدين 3. طب هات smallest العكس، يبقى 3 و6 وعندنا ايه 9. تعالوا ناخد دي، فين ذا بيجست؟ هتقولي اول حاجة عندنا 6 وبعدين ال1 وبعدين 0. تمام. طيب تعالوا هنا، فين عندنا ذا ليست اقل حاجة او ذا smallest؟ هتقولي 0. انا لو حطيت عندنا الزيرو هنا مش هينفع، علشان الزيرو ما ينفعش يكون on the left، يكون عندنا on the left على اليسار. امال ايه يا مس؟ لازم احط عندنا اللي قبله
اللي بعده مين عندنا اقل حاجة في دول غير الزيرو؟ هحط هنا 1. طيب وبعدين احط الزيرو وبعدين احط ايه؟ احط 6. فكده انا عملت ايه؟ عملت the smallest number، اقل نمبر من النمبرز اللي هي دي. مرة تانية انا لو حطيت الزيرو هنا معنى كده ان انا ما استخدمتش الزيرو، لان الزيرو لما يكون عندنا موجود من الناحية دي كده، عندنا احط الزيرو احط 1 احط 6، معناها ان الزيرو ده not value، ملوش قيمة، فبالتالي معناها ان هو مش موجود. طالما هو مش موجود يبقى انا ما استخدمتش الثري ديجيتس دول، وهو عاوزني ان انا اكون النمبر من الثري ديجيتس دول، يبقى لازم احطه عندنا من جوه. تمام. طيب ناخد واحدة برضو هنا، عندنا جيتست نمبر، يبقى احط 7 احط 5 وبعدين 0. طب اعمل سمولست، ها يلا بسرعة كده حلوها قبل ما انا احلها. تمام. يبقى هاخد اول حاجة قلنا هاخد الفايف، بعدين هاخد 0 وبعدين هاخد كده ايه 7. تمام. طيب يقول لك هنا write the 3 digit number، اكتب اكبر عدد مكون من 3 ارقام. طيب يا ترى عندنا ايه اكبر عدد مكون من 3 ارقام؟ عندنا هقول ال9 وال9 وال9 اهو، عندنا دول اكبر نمبر مكون من 3 digit. طب عاوز write the smallest 3 digit number، اصغر عدد مكون من 3 digit number، عندنا اللي هو 1 و0 و0 اللي هو 100. طيب هنا write the greatest three different digit number، عاوز اكتب اكبر عدد مكون من 3 ارقام يكونوا مختلفة. احنا هنا عندنا قلنا greatest three digit number، قلنا النمبر ده. طب هنا عاوز يكون كبير بس من 3 اعداد مختلفة، هكتب الناين، ممكن اللي بعدها على طول اللي هي اللي قبلها سوري اللي هي 8، واللي قبلها عندنا اللي هي 7، يبقى دول 3 different digit numbers. طيب عندنا بيقول لك smallest 1، اكتب 0، اكتب عندنا 2، يبقى ده كده ايه smallest 3 digit different number. هنا write the greatest 3 digit لكن يكونوا even number. even number يعني موجود في الوانز يكون في 2 او 4 او عندنا 6 او 8، يبقى كده بقول عليه even number. يبقى عشان اقول عليه even number في خانة الوانز اللي هي اول خانة، يكون عندنا اما 2 او عندنا 4، تمام، او عندنا 6 او بيكون عندنا 8، علشان اقدر اقول عليه ان هو ايه even number. طيب انا ممكن احط ايه؟ احنا قلنا اكبر حاجة عندنا اللي هي 9 وعندنا 9. طب ممكن احط ايه؟ احط هنا 9؟ لا مش هحط 9 عشان ال9 ده اصلا odd مش even، فعندنا even هحط ايه؟ احط 8، فبالتالي النمبر ده عندنا even number. طب يقول لك the smallest 3 digit يكونوا odd، فانا ممكن برضو احنا قلنا odd هنا عندنا قلنا 1 0 وعندنا 2، فانا بلاش نحط 2 ديت، نحط 1 نحط 0 نحط 1، يبقى انا كده جبت له odd. طب الاود ده زي ايه؟ عندنا زي 1 زي 3 زي 5 زي 7 زي عندنا 9، كل النمبرز دي بقول عليها اود. فاول واحد ده هنا تمام هو اللي هختاره يكون اود، زي ما اخترت اول واحد هنا يكون ايفن، فهنا اخترت اول واحد برضو يكون ايه اود من النمبرز دي. تمام. تعالوا بعد كده معايا هنا في lessons 9 and 10. الجزئية دي مهمة، احنا هنا بنعمل ordering numbers. يعني ايه؟ يعني ترتيب الاعداد. يعني ايه ترتيب الاعداد؟ يعني احنا بنرتب الاعداد from the least to the greatest، ودي اسمها ascending order. اسمها ايه؟ اسمها ascending order. بحط put these numbers in order from least to greatest، لما برتب الاعداد من الليست الاقل للجريتست للاكبر فده اسمه ascending. اسمه ايه؟ ascending. اما الناحية التانية لما انا بعمل order للنمبرز from greatest to least، من فين؟ من greatest من الكبير ل least الاقل، كده انا بعمل descending order. بعمل ايه؟ بعمل descending order، ترتيب اسمه ترتيب تنازلي. تمام. يبقى ascending order ده ترتيب تصاعدي، برتب فيه النمبرز from least to greatest، تمام، من الصغير للكبير. تعالوا معايا هنا بيقول لك كده رتب من ايه؟ من الليست تو جريتست. ركزوا معايا. يبقى انا اول حاجه علشان ارتب احنا قلنا فين عندنا ذا ليست نمبر؟ قلنا ليست نمبر اقل حاجه اللي بتكون مكونه مثلا عندنا من 1 ديجيت. عشان اطلع اقل حاجه يبقى انا بالتالي اشوف عندنا النمبرز دي كلها مكونه من كام ديجيت.
دي اللي قدامنا مكونة من 2 ديجيت، ودي 2 ديجيت، ودي 2 ديجيت، ودي 2 ديجيتس. يبقى عندنا الوحيدة ديت هي اللي مكونة من 1 ديجيت بس، يبقى هي دي ذا ليست، يبقى دي اقل حاجة، خلصنا منها. تمام. هعمل comparing ما بين دول علشان دول زي بعض، كلهم مكونين من رقمين بس، الوانز والتنز. فهنا عندنا هبدأ كده اقارن، هنا 7، هنا 2، هنا 5، هنا 1. يبقى فين اقل حاجة؟ فين عندنا ذا ليست؟ يبقى ليست اللي هي دي، اللي هي الوان دي اللي هي فيها 10. تمام. بقى معايا دول. طب هنا عندنا 7، هنا 2، هنا 5. فين ذا ليست؟ اقل حاجة 2 دي، يبقى احط هنا 27. طب هنا عندنا ده وده، هنا 7 لكن هنا 5، يبقى مين ذا ليست؟ طبعا اللي هي ال5، يبقى احط هنا 52 وخلاص. اخر واحدة اللي هي ايه؟ 72. يبقى انا عملت له كده ascending from least to greatest، من الصغير للكبير، وده ترتيب اسمه تصاعدي. تعالوا ناخد واحدة تانية. لاحظتوا معايا ان ده 3 digit، 2 digits و 2 digits برضو 3 digits، لكن هنا عندنا 1 digit، يبقى هاخد اول واحدة مين؟ هاخد 4. بعدين هنا عندنا 2 digits وهنا 2 digits، طب هاخد ال7 ولا ال1؟ لا، هاخد ايه؟ ال1 عشان هي ايه؟ the smallest. وبعدين على طول احط ايه؟ 72. هنا عندنا في 7، هنا في 2، لا هاخد ال200 الاول وبعدين اخد النمبر اللي معايا في الاخر ده. تمام. فهمتوها معايا ازاي؟ هنا عندنا برضو لو لاحظنا هنلاقي كلهم 3 digits. تمام. هنا 9، هنا 7، هنا 1، هنا 5، هنا 1. لا عندنا في يا مس هنا في 2، في عندنا 1 و1، يبقى انا هقارن ما بين دي وما بين عندنا دي، علشان دي فيها 1 ودي فيها 1، لكن دول مختلفين شوية. فدي 1 ودي 1، لكن دي عندنا 9 ودي 8، يبقى انا هاخد دي اول واحدة عشان ال8 ذا ليست. تمام. وبعدين على طول هاخد اللي بعدها دي. تمام. علشان عندنا هنا في نمبرز كبيرة، هنا 9، هنا 7، هنا 5، لا هاخد ال5 دي ذا ليست الاقل، وبعدين هاخد اللي فيها ال7 دي، وفي الاخر هاخد اللي فيها ايه؟ اللي فيها 9. تمام. طيب خلصنا الجزئية بتاعت ذا ليست. تعالوا معايا نشوف هنا descending، وده بيكون من greatest to least، العكس، من الكبير للصغير. طيب هنعمل ايه؟ اول حاجة برضو هشوف عدد الديجيتس. هنا 7، ال7 دي مفيش غيرها، يعني شايفين معايا هي بس ديت موجودة في الوانس، هحطها عندنا اخر واحدة وكده انا ابقى خلصت منها. تمام. احنا هناخد دلوقتي الكبير مش هناخد الصغير. طيب فين عندنا ذا بيجست في دول؟ هنا طبعا كلهم دول 2 ديجيتس، عندنا وانز وعندنا تنز. طب تعالوا هنا 1، هنا 2، هنا 4، هنا 2، لا عندنا ذا بيجست اللي هي الفور دي، يبقى هاخد 47. بعدين هنا في ايه؟ في 12، هنا 25، 29. تعالوا نقارن ما بين دي وما بين دي، علشان عندنا دي فيها 2، فيها 2 وهنا في 2، هنا 5، هنا 9، لا هاخد دي عشان دي ذا بيجست، وبعدين هاخد دي، وبعدين هاخد ال12 وخلاص. ال7 احنا قلنا اخر حاجة. طب هنا عندنا لاحظنا دول 2 ديجيت 2 ديجيت، عندنا هنا 3 ديجيت وهنا 3 ديجيت، يبقى هقارن بين دي وبين دي، دي 1 ولكن دي 2، يبقى هاخد ال2 الاول 210، وبعدين هاخد اللي هي 130 علشان فيهم 3 ديجيت، وبعدين هنا عندنا في 8 لكن 1 هنا 1، يبقى هاخد 82. تمام. هنا 19 1 9 لكن دي 1 0، يبقى هاخد ال 19 الاول وبعدين ال10. تمام. طب هنا عندنا لاحظتوا هنا عندنا دي فيها 2 ديجيت بس، يبقى هاخدها واحطها في الاخر وابقى خلصت منها. الباقي هنا 2 4 5 1، يبقى هاخد ال5 الاول. تمام. وبعدين اخد ال4 وبعدين هاخد ال2. شايفين معايا ازاي؟ جزئية سهلة جدا وبسيطة مفيش اي حاجة. تمام. حلو دي لوحدكم. بعد كده في الجزئية دي بيقول ordering numbers in different forms، ترتيب الأعداد في أشكال مختلفة. تمام. تعالوا معايا هنا، طبعا احنا أخدنا قبل كده expanded form، معناها ان احنا بنوسع الأرقام ونحط ما بينهم بلس ونكتب الفاليو بتاعت كل نمبر على حسب طبعا البليس فاليو. وعندنا شكل اللي هو word، اللي هو الشكل اللي بيكون بالكلمات، وقلت قبل كده لازم نحفظ الكلمات. وعندنا ستاندرد فورم اللي هو الرقم القياسي، الشكل بتاعنا الاساسي. تمام.
طيب تعالوا معايا هنا بيقول circle the greatest number and underline the smallest number. عاوزنا نحط دايرة على أكبر نمبر ونحط خط تحت وخط تحت أصغر نمبر. طيب تعالوا معايا، أول حاجة شايفين هما مكتوبين ازاي؟ ده مكتوب expanded وده مكتوب word. عشان ما نتلخبطش لازم نحولهم كلهم لستاندرد فورم، يعني نحوله ونخليه زي كده بالظبط. تعالوا معايا، دي expanded تعالوا نحولها. دي ايه 300 نحطها في الهندرد اهي، ودي ايه 50 يعني في التنز يبقى احط التنز هنا الفايف، ودي في الونز يبقى احطها هنا. طيب دي 621 عندنا 600 اهي تمام، وبيقول لك 21 يبقى كده 20 وهي 1 ومعايا النمبر ده تمام. انا همسح بس الخطوط دي علشان هو قال ايه حط خط تحت الرقم اللي بيكون ايه ذا سمولست. تمام، يبقى عندنا هنا فين ذا جريتست اكبر حاجه فين؟ عندنا 3 ولا 6 ولا ال1؟ هتقولي طبعا ال6، فهو بيقول لك الكبير حط عليه سيركل، فانا حطيت سيركل اهو. يقول لك الصغير حط تحتيه خط، طب عندنا فين 3 ولا ال1؟ لا ال1، فانا حطيت خط اهو تمام. طب هنا عندنا بيقول 95 اهي 95، ودي عندنا دي 4 اهي، ودي 1 موجودة في ال1. طب فين التنس؟ مفيش، حط مكانها 0. طيب فين عندنا ذا بيجست؟ اكيد طبعا ذا بيجست ملاحظينها عندنا دي 710 يعني دي 7 لكن دي 4 يبقى دي ذا بيجست. فين ذا ليست؟ اللي هي دي طبعا ذا ليست، احط تحتيها خط. طيب هنا عندنا النمبر ده طبعا ده زي ما هو خلاص، لكن هنا 511 اهي 500 وبيقول 11 اهي. طيب دي 500 ويقول لك 10 يبقى 10 اهي تمام. طيب فين عندنا ذا بيجست؟ ذا بيجست طبعا كلهم مكونين من 3 ديجيتس. طب هنا عندنا 3 هنا 5 هنا 5 هنا 5 وهنا 1 هنا برضو 1 هنا 1 لكن هنا 0 يبقى عندنا ده ذا بيجست. فين ذا ليست؟ ذا ليست اللي هو ده علشان ده هنا فيه 3 لكن هنا فيه 5. طيب 901 اهي 900 بيقول لك ايه 1. طب فين ال10؟ مفيش 10 تمام، سوري عندنا دي 9 9 وادي ايه ال1. طب هنا 800 اهي وعندنا دي كده 29. فين ذا بيجست؟ ذا بيجست اكيد ملاحظين دي 9 لكن دي 8 يبقى على طول ايه ال9. وفين ذا ليست؟ دي 800 لكن دي 829 يبقى على طول دي ذا ليست. هتحلوا دي لوحدكم كده. خلاص اكون انا غطيت معاكم كل الاسئله الخاصه بالدرس، كده نكون خلصنا مع بعض اليونت بالكامل. اتمنى لكم التوفيق والنجاح، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان اقدر اكمل معاكم. Thank you for watching. باي باي.